تخيل نفسك داخل معركة سرية، حرب بتدور جوه جسمك وانت مش واخد بالك منها. لو قلنا ان جسمك هو الدولة، فجهازك المناعي هو الجيش السري اللي بيحميه. جيوش كاملة، أسلحة متطورة، خطط تكنيكية، وفرق من الكوماندوز، كلها شغالة 24 ساعة عشان تحميك من أي هجمات من الميكروبات. بس زي أي جيش، ساعات بيخسر وساعات بيكسب، وساعات وهو ده الأخطر إن هو بيقرر يقلب عليك. يعني بدل ما يحميك يهاجم جسمك بنفسه. في الحلقة دي هنمشي رحلة تاريخية من أول الفراعنة لحد أحدث تقنيات المناعة اللي بتطورها شركات زي مودرن وشركات زي فايزر. وهنتكلم عن اللقاحات وعن السرطانات وعن الأمراض المناعية وحاجات ممكن تقلب الطب خلال السنين اللي جاية. استعد لأنك داخل أكبر وأغرب حرب أعرفها العلم. زمان جدا من 5000 سنة الفراعنة أول ناس تلاحظ إن في أمراض أول ما بتجيلك مرة مش بترجع تجيلك تاني، زي الجدري والحصبة، ودي كانت لمحة عن الذاكرة المناعية. لكن الأغرب إنهم بيستخدموا مواد زي العسل وزيت الكافور لعلاج الجروح، وللعلم أثبت مؤخرا إنها مضادات طبيعية للبكتيريا، وكأنهم كانوا سابقين بعلم حديث من غير ما يكون عندهم ميكروسكوبات أو معامل. وكان عندهم طرق عبقرية في التحنيط تمنع الجثث إنها تتعفن باستخدام الملح والصودا الكوني، وده معناه انهم كانوا فاهمين تأثير البكتيريا والفطريات على الجسم الميت. بعد الفراعنة ظهرت محاولات غريبة لعلاج الأمراض. في الصين استخدموا طريقة التجدير، وهي انهم ياخدوا قشور جروح من مرضى الجدري ويطحنوها وينفخوها في أنف الأطفال عشان يمنعوا عنهم المرض. كانت طريقة بدائية جدا لكن أنقذت كتير من البشر. لكن الثورة الحقيقية حصلت في أوروبا سنة 1796 لما الطبيب إدوارد جينر لاحظ إن العاملات في حلب الأبقار ما بيصابوش بالجدري، والسبب إنهم كانوا بيتعرضوا لفيروس شبيه اسمه جدري البقر، واللي كان بيديهم مناعة طبيعية ضد المرض. قرر جينر يعمل تجربة مجنونة، حقن طفل عمره 8 سنين بجدري البقر وبعدها عرضه للجدري البشري. النتيجة إن الطفل ما مرضش، ومن هنا بدأت فكرة اللقاحات. بعد نجاح جينر العلماء بدأوا يطوروا لقاحات أكتر، وكان لويس باستوري هو الأب الروحي لعلم المناعة. كان أول واحد يفهم إن الأمراض كانت سببها كائنات دقيقة، وابتكر لقاحات للسعار والجمرة الخبيثة. لكن العلماء بعد كده اكتشفوا تفاصيل مذهلة عن المناعة، زي فكرة الأجسام المضادة اللي هي بروتينات صغيرة بتهاجم الفيروسات، والخلايا التائية القاتلة اللي هي بتدمر الخلايا المصابة بالعدوى. الجهاز المناعي مش دايما بيشتغل لصالحك، أحيانا بيحصل خلل ويبدأ الجسم يهاجم نفسه، وده اللي بنسميه أمراض المناعة الذاتية. واحدة من أشهر الأمراض دي اللي هي مرض الذئبة الحمراء، اللي بتخلي الجهاز المناعي يهاجم أعضاء الجسم وكأنه جسم غريب. أو التصلب المتعدد اللي بيهاجم الأجهزة العصبية بتاعت الجسم وبيخلي المريض بعد فترة من الوقت مش قادر يتحرك. في عام 2020 العالم كله وقف قدام عدو غير مرئي، فيروس كورونا. ده كان واحد من أكبر الفيروسات اللي ضربت العالم كله، مش لأنه قاتل جدا، بس كان بينتشر بطريقة سريعة جدا. العلماء اشتغلوا ليل نهار عشان يطوروا لقاح في وقت قياسي، وكان الحل اللي هي تقنية ال mRNA اللي بتدي لجسمك خريطة جينية عن الفيروس بدل ما تديله الجين نفسه أو الفيروس نفسه. لكن العاصفة الكبيرة كانت عاصفة السيتوكاين، ودي حالة خطيرة. دي بتحصل لما الجهاز المناعي يبالغ في رد فعله ويدمر الرئة بدل ما يحميه، وده كان سبب كبير جدا ان ناس كتير تتوفى. الطب الحديث بيتطور بسرعة كبيرة جدا، والعلماء دلوقتي بيستخدموا تقنيات زي العلاج الجيني وزي الخلايا الجذعية وزي الذكاء الاصطناعي. في شركات أدوية بتشتغل دلوقتي حاليا إنها بتعمل لقاحات للسرطان عشان تمنعه تماما، بمعنى إن في المستقبل إن شاء الله ممكن ناخد لقاح للسرطان علشان نمنع السرطان إنه يجيلنا في المستقبل تماما، زي ما كنا بناخد لقاح للجدري. دلوقتي إحنا فهمنا حاجة كبيرة جدا، جهازنا المناعي مش مجرد خلايا، دي منظومة معقدة جدا بتحدد إذا كنت هتعيش بصحة كويسة ولا لا. لكن السؤال اللي لازم نفكر فيه، هل ممكن نقدر نوصل لمرحلة نتحكم فيها في الجهاز المناعي؟ هل لو وصلنا للتكنولوجيا دي هيكون لها مخاطر؟ هل ممكن نقدر نعيش بدل الجهاز المناعي ونعتمد على الأدوية بدل منه؟ في النهاية المعركة بين الأمراض والبشر عمرها ما هتنتهي، كل ما نهزم مرض يظهر مرض جديد، والعلم لازم يكون سابق بخطوة. انتظر الحلقة الجاية لأن العلم مش بيقف والحرب مستمرة. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك طبعا.